السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة عن بؤرة من بؤر الفساد في مصر، النادي الأهلي. النادي الأهلي يا جماعة بقى بؤرة من بؤر الفساد المصرية، بقى غسالة كبيرة بتغسل الأموال، وإيه تحت إشراف الدولة وتحت عيون وزارة الشباب والرياضة والدكتور أشرف صبحي. تخيلوا يا جماعة، النادي الاهلي جايب مدرب بيديله 13 مليون جنيه في الشهر. 13 مليون جنيه في الشهر ليه؟ عشان يكسب دوري المكافأة بتاعته 5 مليون جنيه. بس هو الموضوع مش موضوع دوري، الموضوع موضوع غسيل اموال، وانا مسؤول عن كل كلمة بقولها. النادي الاهلي بقى بؤرة من بؤر الفساد اللي محدش يقدر يجي جنبه. محدش يقدر يجي جنب النادي الاهلي. لما يطلع كابتن أسامة حسني اللي يبقى حماه محمود الخطيب ويقول لك ميزانية النادي الأهلي 9 مليار جنيه، منين؟ أقول لكم على حاجة ما حدش يعرفها، سر. النادي الأهلي ده نادي حكومي، والله نادي حكومي، زيه زي الزمالك، زي الإسماعيلي، زي المصري، زي الترسانة، زي نادي حكومي بيخضع للإشراف، بيخضع للرقابة الإدارية، بيخضع لرقابة الجهاز المركزي، بيخضع لرقابة الدولة. جايب 9 مليار جنيه منين؟ اشتراكات، ايجار محلات، ما هو ده اللي احنا نعرفه. نشاطك ايه غير كده؟ نشاطك هو غسيل الاموال. يا جماعه، النادي الاهلي بقى يشتري كل حاجه من اجل ارضاء مين؟ من اجل ارضاء الجماهير. الجماهير اللي هي اشرف وانقى واطهر حاجه في النادي الاهلي، مش منتظرين اي حاجه من النادي غير ان هم يتمتعوا بالكوره. احنا شعب بيحب الكوره. زمان كان يقول لك ايه الانجليز؟ كان يقول لك المصري يتفرج على الكوره الصبح ويسمع ام كلثوم بالليل. ده حقيقه، ايوه. المصري بيحب الكوره، بيحب ام كلثوم، بيحب الفن. المصري اساسا شيء راقي وفنان حقيقي بجد يا جماعه. النادي الاهلي بيعمل كل القذورات اللي ممكن تتخيلها من اجل ارضاء الجماهير. بيشتري حكام، بيشتري معلقين، بيشتري ماتشات، بيشتري كل حاجه. وبالدليل انا ما بجيبش حاجه من عندي. اتفرج على ماتش بتروجيت الاخير، بلال علام. على فكره بلال علام مش اهلاوي، وانا بقولها هي مفاجاه. بلال علام قابض، بلال علام معمول له مرتب شهري. الاهلي لعب 11 ماتش، بلال علام معلق لكم ماتش؟ 9. 9 ماتشات للاهلي معلق لهم بلال علام. راجل بيقبض من هو شغال في النادي. تعال اتفرج على الحكام. فاكر لما سيد عبد الحفيظ كان مدير كره وكان في ماتش في حكم والله ما فاكر اسمه، والحكم ده قال عمل كام قرار كده ما عجبش النادي الاهلي؟ سيد عبد الحفيظ قال له ايه قدام الدنيا كلها؟ ما تتصلش بيا تاني، ما تتصلش بيا تاني. بيذله اذلال. طبعا الحكم لما يسمع كده ما تتصلش بيا تاني هيقلق، هيخاف على القرشين اللي بياخدهم. ده بالنسبه للحكام المعلقين. تعال اتفرج بقى على جمال جبر، ده بقى حكايه لوحده. تخيل ان جمال جبر بيصرف 2 مليون جنيه شهريا على اللجان. متخيل؟ 2 مليون جنيه كل شهر على اللجان الالكترونيه. وبعدين ايه بقى؟ بتتفاوت، اصلا عارفهم يعني، انا عارف ناس منهم بيحكوا لي يعني. بتتفاوت بقى. في واحد ماسك صفحه عليها 100,000، ده ياخد له 10,000 جنيه كل شهر. واحد ماسك صفحه عليها 7 مليون، ده ياخد له ايه؟ 40 50 الف جنيه كل شهر. وبتتكلم في كام واحد؟ مئات، مئات الاشخاص. وكل على فكره شخص ممكن يكون ماسك صفحتين وثلاثه. ليه؟ عشان حاجه واحده بس، لما الاهلي يخسر او يتعادل احنا نهاجم مين؟ نهاجم المدرب، ما نهاجمش حد تاني، ولا نهاجم الاداره، ولا نهاجم الخطيب، ولا نهاجم ما نهاجمش حد. دول فوق المحاسبه، دول فوق الهجوم، من الاخر دول فوق الهجوم. وبعدين انت جايب المدرب، والله انا مش بتكلم كوره، انا بتكلم بؤرة فساد، ولازم تتحط تحت المراقبه لان الموضوع بيزيد فحش، بيزيد فحش. طب انا عايز اسال سؤال معلش، هو ليه الزمالك ما عندوش مليارات بيصرف منها؟ طب ليه الاسماعيلي ما عندوش؟ طب ليه المصري ما عندوش؟ طب ليه الانديه دي كلها بتعاني في الوقت اللي الاهلي ما بيعانيش؟ بالعكس،
يقول لك كل دي تبرعات. حط تحت بند تبرعات دي مليارات الجنيهات. دخل يا باشا الفلوس تتغسل تخرج زي الفل وتحت عيون الدوله رسمي. ده العيال التيك توكر اللي متمسكوا يقول لك ده مش عارف غسل 15 مليون وده مش عارف غسل 50 مليون. كلام فاضي. العيال دي بتاخد كبش فدا. انما تعالى اتفرج في النادي الاهلي بيغسلوا مليارات. منين يا باشا؟ منين؟ يعني انت جايب المليارات دي كلها منين؟ ايه المستندات اللي بيها بتدخل في، ما هو في حاجات داخله وحاجات خارجه. تعالى قول لي الدواخل بتاعتك بكام؟ منين؟ حط كلمه متبرعين وحط تحتها يا باشا مليارات المليارات ولا تفرق. متبرعين بيحبوا النادي. حب النادي يدفع كل يا راجل. ده غسيل اموال رسمي. النادي الاهلي يا جماعه بؤره من بؤر الفساد. خلي بالكم الموضوع بيستوحش، الموضوع بيستفحل، الموضوع بيكبر قوي لدرجه ان محدش هيقدر يقف قصاده. ومحدش قادر يقف قصاده. محدش قادر يقف قصاده. النادي الاهلي اصبح دوله فوق الدوله يا سياده الريس. النادي الاهلي اصبح دوله فوق الدوله. مش دوله داخل الدوله، دوله فوق الدوله. مفيش محاسبه، مفيش مراقبه. ما اللي يدخل واللي يغسل فلوس الاثار وفلوس المخدرات وفلوس السلاح. تاني فلوس السلاح. وحط تحتها 100 خط. فاكرين تركي آل الشيخ لما طلع وقلب على النادي الاهلي وقال لك كلهم حراميه؟ حقه. ما هو شايف. قال لك دول عصابه مش مجلس اداره. وقال على الخطيب رئيس مجلس الاداره ده رئيس عصابه. كل همهم الفلوس. يا عمنا النادي الاهلي اصبح فساد فساد فساد. الحقوا يا سياده الريس علشان الموضوع هيخرج عن السيطره. لو ما كانش خرج عن السيطره. لازم النادي الاهلي يتحط تحت المراقبه. لازم النادي الاهلي يتحط تحت انظار الجهاز المركزي وانظار الرقابه الاداريه وانظار وزاره الشباب. يا جماعه النادي الاهلي فساد فوق الفساد. وخلي بالكم النادي الاهلي هو اللي مبوظ الكوره المصريه. ومن زمان، ده مش من دلوقتي. فاكرين لما رضا عبد العال اتنقل النادي الاهلي وخد 625,000 جنيه؟ كان مبلغ رهيب. دلوقتي جايب فرقه بمليار جنيه، مليار و200 مليون. يا جماعه انتوا مجانين. يعني يجيب فرقه بمليار و200 مليون ويجيب مدرب ياخد له 13 مليون جنيه في الشهر عشان يكسب دوري ب5 مليون جنيه المكافاه بتاعته. ومع ذلك بيتغلب وبيخسر وبيفقد نقاط والدنيا كلها. يا راجل ده فرقه بتروجيت اللي تعادل معاها دي فرقه كلها ب20 مليون جنيه. تصدق او لا تصدق، 20 مليون جنيه فرقه بتلاعب فرقه بمليار و200 مليون ومش عارفه تكسبها. ده ربك. اصل انت واحد هيقول لي ايه يا عم انت بتقول لي حكام؟ طب ما الاهلي بيخسر نقط اهو. ده ربك. ماتش بتاع بتروجيت الحكم مديه 16 دقيقه وقت ضايع عشان يجيب جون. مديله وقت اضافي كامل عشان يجيب جون ومع ذلك ما عرفش يجيب جون. ربنا ما بيحبش الظلم. ربنا ما بيحبش الحراميه. ربنا ما بيحبش بتوع الاثار وبتوع السلاح وبتوع المخدرات. دي حلقه اولانيه وهعمل حلقه تانية وثالثه عن النادي الاهلي لغايه ما يتحط تحت المراقبه ونعرف الفلوس دي بتيجي منين. السلام عليكم ورحمه الله.